التثبيت أم رفع محدود؟ ماذا سيقرر البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والشهادات؟ أهلا بكم. تجتمع اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاجتماع السادس لها هذا العام، ويأتي بعد أيام من اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقراره بتثبيت أسعار الفايدة ليصل سعر الفايدة في الفيدرالي الأمريكي لأعلى مستوى لها خلال 22 عام منذ 2011، فيما يأتي الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية اليوم في البنك المركزي بعد عقد 4 اجتماعات، وكان آخرها يوم 3 أغسطس الماضي، وسبقها اجتماعات في 2 فبراير و30 مارس و18 مايو و22 يونيو و3 أغسطس. وقرر البنك المركزي في اجتماعه 3 أغسطس الماضي برفع أسعار الفايدة 1% على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساسي لتصل إلى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساسي لتصل إلى 19.75%. ويسعى الجهاز المصرفي إلى السيطرة على معدلات التضخم باعتبارها التحدي الأكبر حاليا لمواجهة فجوات الأسعار التي خلفتها تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا الاقتصادية وعلى الأسواق العالمية والناشئة، إلى جانب التداعيات الممتدة من جائحة فيروس كورونا. وفي هذا الصدد قال الدكتور كريم رضوان المحلل الاقتصادي أن تثبيت أسعار الفايدة أو رفعها هو إجراء بيتخذه البنك المركزي لتنظيم النشاط الاقتصادي وتحقيق أهدافه الرئيسية، وقد تكون هناك دوافع حالية تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفايدة ككبح جماح التضخم، حيث أن البنوك المركزية تقرر رفع أو تثبيت أسعار الفايدة للحد من التضخم. وعندما تكون أسعار السلع والخدمات ترتفع بشكل مستمر، يتداخل ذلك على الاقتصاد بشكل عام ويؤثر سلبا على قوة الشراء للمستهلكين برفع أسعار الفايدة. ويمكن للبنك المركزي تقليص الإقراض وتحفيز التوفير، مما يعمل على تقليل الطلب وخفض التضخم واستقرار السوق المالية، حيث أن تثبيت البنوك المركزية أسعار الفايدة للحفاظ على استقرار السوق المالية. كما أن تقلبات الفائدة يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية وتخلق عدم اليقين بين المستثمرين. بتثبيت أسعار الفايدة يتم توفير بيئة مستقرة للتداول والاستثمار. وتوازن العملة: قد تقرر البنوك المركزية تثبيت أسعار الفايدة للحفاظ على توازن العملة الوطنية، ويمكن أن تؤثر تقلبات أسعار الفايدة على قوة العملة وقيمتها النسبية، وهذا يمكن أن يؤثر على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية. بتثبيت أسعار الفايدة يمكن للبنك المركزي أن يحفظ توازن العملة ويقلل من التذبذبات غير المرغوب فيها. ومن المقرر أن يتبقى اجتماعين فقط خلال هذا العام مع انطلاق الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية، حيث أنه من المقرر أن ينطلق أحدهما في 2 نوفمبر المقبل والآخر في 21 ديسمبر 2023. شكرا لكم.